قد تسمع الناس حيل الله جوك وحيل عباس، حيل الله جوك وحيل عباس، حيل الله جوك وحيل عباس. ما تخمدي الشعيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقبنا تسمى الموقب صادق الأمين لخدام زوار الإمام أبا عبد الله الحسين عليه السلام من قارة الأفريقية. خدمتنا التي نقدم زوار الإمام الحسين عليه السلام هي الخدمة الماء الشرب والعصير هي الخدمة. قد يسأل واحد منا كيف نحن وصلنا هنا في الكربلاء. حقيقة من أهل أفريقيا هنا أقول أكو فرقتين، فرقة جاءوا لأجل زيارة أيضا يقدمون الزوار، جاءوا لأجل زيارة ويقدمون الزوار، والفرقة أخرى هم المشايخ أو طلب الحوزوية، وهم أيضا يقدمون الزوار وهم أكثر للخدمة، أكثر الخدمة في الكربلاء للطلاب الحوزوية الذين هم يدرسون في الحوزات العلمية. فهذا نفتخر بوجودهم في كربلاء، الطلاب الحوزوية المشايخ الذين هم يقومون بالخدمة في أيام الأربعينية وأيام المحرم. قد يسأل أحد أن أكثر عدد الشيعية في الأفريقيا. نعم، بالحقيقة لا أعرف 100%، ولكن أقول أن بحسب تجربتي أنا في بلد تنزانيا أرى أن الشيعية بدأوا يتكثرون في الأماكن كثيرة يتكثرون. أما في البلدان الأخرى مثل نيجيريا وبلدان أخرى نفتخر منه بعددهم كبير جدا، وإن شاء الله بعون الله سيكون أيضا في بلدان أخرى أكثر عدد الشيعية بهذا تبليغ وتدريس وأخذ طلبة من بلدان أفريقية كي يأتون في أرض الكربلاء أرض المقدس كي يكتسبون علوم البيت كي يزداد هناك حينما يرجعون يزداد أكثر عدد الشيعية في بلادنا أفريقية. بلدكم بلد جيد، بلدكم لها الأمن، فنحن نريد منكم الأمن كثيرا حينما نأتي هنا للخدمة، وخصوصا عندي الحاجة منكم، خصوصا إذا وصل أو إذا حان أو إذا قرب وقت أربعينية أو محرم تخففون الجواز للسفر، لأن إذا وصل أربعينية تكون عال جواز السفر، حتى هذا الزائر يكون صعب إليه أن يصل هنا في العراق، فعليكم تخففون بذلك كي زائر يأتي في هذا البلد الطيب، بلد الأمن، بلد الإمام، بلد الأئمة المعصومين. الإمام الحسين عليه السلام يمثلنا أشياء كثيرة، ولكن ربما أنا أقتصر خلاصة مما نستفيد من الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام خرج لأجل الظالم التي كان يمثل القيادة الطاغوت وهو يزيد بن معاوية وأمثاله. فنحن في هذا الزمن الذي نعيشه عندنا الطغاة يزيدات بن أمية كما كان في سابق. الإمام حسين السلام خرج لإملاء الأرض قسطا وعدلا، ونحن في هذا الزمان نعيش زمن الوجود الإمام المهدي المنتظر. الإمام المنتظر كما أنه سيخرج كي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما خرج جده الإمام الحسين عليه السلام، لا بد لنا أيضا نتمثل بالقيادة التي سيمتلأ الأرض قسطا وعدلا، وهي القيادة للإمام المهدي المنتظر، كما امتثلوا هؤلاء أصحاب الإمام الحسين عليه السلام في أرض كربلاء مع الإمام الزماني الإمام الحسين عليه السلام كي يملؤون الأرض عدلا وقسطا، فملأوا الأرض عدلا وقسطا حقيقة. وهذا مما نرى الآن قد رجعت تلك القيم الأصلية للنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، القيادة الأصلية الشيعية الإمامية الاثنا عشرية.
تخمدي الشعيرة قد حانت المسيرة من كل بلد يا ضامي صار التسابق.